نرجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وزي ما بنقول دايما المرأة هي عمود الأسرة، والأسرة نواة المجتمع. علشان كده المرأة دايما دورها بيكون واضح في المواقف الكبيرة، سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع كله. وده مش بيكون في فترة معينة، ولكن على مدار العصور المختلفة. في حضارتنا المصرية القديمة شفنا ملكات قد إيه كان ليهم دور واضح جدا في حكم مصر وفي العديد من الأحداث المهمة، وبتتوالى الحقب التاريخية وبتتوالى الأحداث، ودايما المرأة المصرية موجودة بدور إيجابي جدا. دور المرأة المصرية عقب يعني خلال العقب التاريخية المختلفة. خلونا نعرف عن الموضوع ده. اسمحوا لي ان انا ارحب بالأستاذة عزة سليمان، الباحثة في الحضارة المصرية القديمة. اهلا بيكي يا أستاذة عزة، منورانا. زي ما بنقول كده المرأة مش وليدة اليوم او حاجة، ولكن على مدار تاريخنا دايما المرأة المصرية ليها دورها الكبير. لو كلمنا عن حضارتنا المصرية القديمة، ازاي كان المرأة ليها تأثير في كافة المجالات الخاصة بالحياة في الوقت ده؟ احنا لينا الشرف ان تكون جداتنا المصريات لعبوا دور فاعل وفعال في المجتمع. طول عمرها المرأة المصرية الفرعونية هي فاعل لا مفعول به، فهي لا تتخيلي ان هي من قديم الازل ان هي اختارت لنفسها. لما لقت الوطن، لما لقت مصر محتاجه لها، لبت نداء الوطن، والارض محتاجه لها، نزلت واشتغلت وساهمت مع الرجل بشكل هو اللي صنع الحضارة المصرية اللي العالم كله بيتكلم عليها لغاية النهاردة. أكيد. تخيلي حضرتك ان احنا يعني معانا صور ازاي هي من العصور الحجرية. هنعرض طبعا الصور للمرأة المصرية في المراحل التاريخية المختلفة عشان نشوف هي كانت سابقة عصرها بعشرات الآلاف من السنين. معنا صورة من العصور الحجرية ازاي كانت جدتنا المصرية كانت بترعى الحيوانات، والصورة عمرها 30,000 سنة. طبعا يعني ده موجود على جدران المعابد. كانت في جنوب مصر كانت بترعى الحيوان من الوقت ده، ومن الوقت ده ثبت كمان ان احنا كان عندنا زراعات منتظمة، يعني مش مستنيين ان الثمار تطلع طبيعية واحنا ناكل وخلصت، لا هي كانت بتحط البذرة وتمارس كل اعمال الزراعة، وده كان ليه دور كبير قوي في الحضارة المصرية. انا بقول كده ليه؟ لانه العلماء اتفقوا من سنوات قليلة انه المعيار اللي هنحسب يعني هنعتبره هو بداية الحضارة في العالم هو امتى بدأ استئناس الحيوان، امتى وفين. يعني المصري القديم كان عنده الرفق بالحيوان من قديم الأزل. يعني البعض اللي بيقول ان ده موجود في المجتمعات الأوروبية أو الغربية، لا، ده حضارتنا المصرية بتقول ان المواطن أو المصري القديم اهتم بالحيوان، اهتم بالنبات، اهتم بالنيل. كان بيقسم انه لم يلوث مياه النيل، فده كله موجود في حضارتنا المصرية القديمة. المدهش ان هم لما العلماء دوروا فين الحضارة بدأت لقوها على أرض مصر، وهم حددوها انه كانت في جنوب مصر من حوالي 14,000 سنة. هم حددوها كده، بينما اثارنا والصور واللي موجودة بتوثق الكلام ده بتقول ان احنا كنا بنستأنس الحيوان من 30,000 سنة على اقل تقدير. والمرأة المصرية واقفة لوحدها بترعى الحيوان مستأنساه، ما فيش راجل جنبها بيحميها، هي لوحدها قادرة وناجحة ونجحت. هي حطت نفسها في مكانة رائعة جدا، لانه هو ده اللي المعيار الحالي للحضارة. في ناس يمكن شيء بشيء يذكر، ففي ناس يقول لك طب امال ايه حكاية 7,000 سنة؟ كل شوية عمالين نقول حضارة 7,000 سنة. 7,000 سنة دي بداية أول دولة على وجه الأرض، دولة موحدة بمؤسساتها، بالزراعة المنظمة، بالجيش النظامي، بالهيكل كلها، هيكل الدولة زي ما بنقول. وقعدنا آلاف السنين كده ما فيش دولة غير مصر، هي مصر بس هي اللي دولة. فده موضوع 7,000 سنة. أما الحضارة كانت قبل كده بعشرات الآلاف من السنين. فالمرأة المصرية هي اختارت إنها تحط نفسها، جداتنا اختاروا إن هم يحطوا نفسهم في المكانة اللي المجتمع كرمها بيها. هي نزلت، زرعت، ساعدت، شاركت، بحيث إن هي بطريقة مباشرة وغير مباشرة
اثبتت للرجل المصري انه ما يقدرش يستغنى عنها، الجينات المجتمع ما يقدرش يستغنى عنها. الجميل بقى ان هي مش بس بدات الحضاره، لا هي حافظت على الحضاره، آلاف السنين هي اللي قعدت تنقلها جيل ورا جيل لغايه احنا النهارده بنعمل حاجات كتيره جدا كلها اصلها مصري فرعوني. ده بفضل ان جداتنا قعدوا ينقلوا العادات والتقاليد والقيم كتيره جدا احنا وارثينها لغايه النهارده واحنا ما نعرفش ان هي اصلها فرعوني. فهي كان ليها دور كبير جدا في بدايه الحضاره والحفاظ على الحضاره، لدرجه انه لما اللي بيدرس الحضاره المصريه وضع المراه المصريه الفرعونيه بيقول انه يا ريت احنا كنا عايشين مكانها. صحيح. يعني جريده الجارديان البريطانيه كتبت من كذا سنه انه ستظل المراه المصريه الفرعونيه مصدر الهام لاخواتها من النساء في سائر انحاء العالم، حتى في العالم الحر اللي اخذوا حرياتهم وتحضروا وكل حاجه النهارده لسه جداتنا مصدر الهام لكل نساء العالم. صحيح، في كل المجالات على فكره، يعني حتى في الجديد في عالم الفاشن، في المكياج، في ده كله بنلاقي كتير قوي انهم بياخدوا من الحضاره المصريه القديمه. وزي ما حضرتك قلتي المراه المصريه في ذلك الوقت يعني تبوأت المكانه الكبيره. ملكات مصر اللي حكموا مصر، الرسوم الموجوده على جدران المعابد اللي بتوضح مسانده ودعم المراه المصريه للرجل في ذلك الوقت. اهم الملكات اللي حكمنا مصر في الحضاره المصريه القديمه، وكان ليهم بصمه واضحه يعني توارثتها السيدات فيما بعد. هو كمان البدريين والمعابد اللي بيبينوا المعابد كمان هي ازاي دايما الراجل الاحترام المراه كمان. الراجل دايما حاطط المراه جنبه كتفها كتفه بكتفها، ان هي لا ما هي في مكان معانا صور يمكن المهم لا في طبعا مناظر كثيره جدا ان ازاي الراجل بيحترم المراه وانه كتفه بكتفها، وهي في المقابل ان احنا المفروض نقول هي ترجمت ده بطريقه عمليه وردته بطريقه عمليه احترامها للراجل، بحيث ان هي كل ست مصريه هي سواء الملكه او اي ست عاديه هتلاقيها دايما في المناظر حاطه ايديها ورا ظهر جوزها، يعني كانه بتقول له انا في ظهرك انا بحميك. ولغايه النهارده الرجل المصري بيقول لها انا عايزه احس انك في ظهري. ده الملك كان بيقوله لمراته، اي انسان عادي كان بيقوله لزوجته. فهم المنظر المساواه والمعامله الرائعه اللي كنا بنتعامل بيها. وقبل ما نتكلم على الملكات كمان يحضرني هنا كان برضو معانا صوره للملك رمسيس الثاني، تمثال الملك رمسيس الثاني. لما تدخلي المتحف المصري اللي في التحرير على اليمين في تمثال رمسيس الثاني وزوجته نفرتاري، مش بس حتى ايديها ورا ظهره هي واقفه وراه، وده اللي جاب منه المثل وراء كل رجل عظيم امراه. صحيح. فالملكات طبعا عندنا ملكات كتير رائعات، يعني اول ملكه على مصر كانت إيزيس، الست إيزيس اللي هي كانت ربة مصر وكانت ملكه على مصر. وعشان إيزيس هي كانت ربة مصر، احنا كل ست مصريه هي كان اسمها الست، من اساميها المشهوره هي إيزيس. وعشان هي كانت الست يعني ايه؟ معناها المتوجه على العرش. دي معنى كلمه ست، دي لغه مصريه فرعونيه. فالمتوجه على العرش طبعا بما اننا بنتكلم عن يعني ما بنقول الست فلانه ده لقب ليها بانها ملكه متوجه. المتوجه على العرش. طبعا احنا لما نتكلم على اي ست مصريه فهي متوجه على العرش بيتها، متوجه في شغلها. صحيح. هي يعني هي المتوجه في المكان بتاعها. فاحنا من العظمه وروعه المعامله لإيزيس احنا كانت قدوه بالنسبه لنا، بحيث كل ست مصريه من الملكه لاقل ست مصريه كانت هي الصوره الحيه لإيزيس. يعني إيزيس محترمه، فكل ست مصريه لازم تكون محترمه زيها. ممنوع حد يضرب مراته، لانه لو انت اعتديت على ست بكلمه او باعتداء بدني على مراتك انت كانك بتعتدي على الربه إيزيس نفسها. فإيزيس هي رسخت كل المفاهيم بما فيها انها حكمت مصر بالفعل. هي بما انها حكمت مصر يبقى كل ست مصريه من حقها انها تحكم مصر اذا توفرت لها الاحكام الشرعيه لحكم مصر. فدي اشهر طبعا ملكه، يعني قصتها طبعا نحكي فيها كتب يعني. عندنا ملكات كتير. هي كانت ملكه حقيقيه. من اشهر الملكات بقى طبعا
دي معروفة يعني، يمكن من أغنية العزبي يا ولاد حارتنا يعني أي حد يعرف حتشبسوت. فمن أغنية العزبي فيلم الكرنك اللطيف قوي يعني. فالمهم حتشبسوت طبعا كانت ملكة عظيمة جدا، حكمت 22 سنة، مدة مش قليلة. وكانت مصر في وقتها كان في رخاء ما بعد رخاء، ما كانش في حروب. كانت هي ملكة الابتكار والتجديد، كانت معروفة عنها بتحب قوي العلوم، بتحب الاكتشافات. فرحلة بونت اللي هي عملتها من أشهر أعمالها يعني، رحلة بونت أهم ما فيها أو أشهر ما فيها، وده بالصور على فكرة، إن المراكب الأسطول البحري اللي هي بعتته، هو طبعا كان جيش، وأمرتهم، قالت لهم أنا عايزاكم تدرسوا لي منابع النيل بطريقة عملية، مش احنا كنا بنرجع كل حاجة نقول دي جاي من عند ربنا وخلاص، لكن الوقت قالت لهم لا أنا عايزة بطريقة عملية، جاي منين بالظبط وبيمشي ازاي وكده. يعني إذن العلم والتطرق لمعرفة طبعا أسرار الخالق سبحانه وتعالى، ولكن بطريقة نقدر إن احنا نعرف مصدرها إيه وإزاي نحافظ عليها. يعني احنا واحنا بنعرف المصدر الخاص لمنابع النيل وطريقة السير، نقدر كمان نعرف حصة مصر قد إيه. ده كله كان موجود من قديم الأزل، مش كلام النهاردة يعني. ده اهتمامنا الأساسي يعني. فكمان قالت البعثة العلمية اللي راحت مع الجيش، اللي هو كانوا بالأساس جيش يعني، قالت لهم أنا عايزاكم تجيبوا لي من كل حاجة هتشوفوها جوز 2 ذكر والمؤنث بتاعه. فالحيوانات عايزاكم تجيبوا لي جوز، الطيور، وده باين في الاقفاص وهي طالعه المراكب يعني، الورد، الزرع عايزاكم منه برضو الزوج الذكر والانثى. فده يعني كان حاجه رائعه من اعمال حتشبسوت. طبعا غير المعبد البحري في الغرب في الأقصر، وهي طبعا مش مجرد معبد، كمان على فكرة فيه هو قصص علمية رائعة، وفي قصص فيها اتنقلت للعالم كله يعني. أشهر القصص يعني لو حبينا نقول دلوقتي قصة للي بيشوفونا وبيتابعونا توضح مكانة المرأة المصرية في يعني الحضارة المصرية القديمة ودورها وأثرها، ممكن نقول قصة إيه؟ يعني مثلا حتشبسوت لو هتنزلي تحت في المعبد بتاعها هتلاقي البر الغربي، فهتلاقي لوحة كبيرة جدا فيها التقويم السنة الشمسي. طبعا هو كان أقدم من كده بكتير جدا يعني، كان حوالي عمره 14,000 سنة التقويم الشمسي. فهتلاقي ازاي اهتمامها بالعلم، وان هي تقسيم السنة وفصول السنة والأبراج كمان، برج الأسد، برج الحوت موجود يعني في تحت في المعبد بتاعها. طبعا من أهم الحاجات لو هنقول أمثلة للنماذج لملكات مصريات رائعات، هم مامة الملك أحمس، إياح حتب أو إياها، اللي احنا كنا بنغني لها وحوي يا وحوي إياها، يعني أهلا بالقمر. إياح اللي هو القمر وهو بيتولد، يعني هو لسه رفيع يعني قوي. فضلت الأغنية أو الاسم موجود، ده من موروثاتنا القديمة بالزبط. وموجودة لغاية النهاردة، وطبعا بنوظفها أو بنغنيها كلنا مع شهر رمضان المبارك. كلنا هنغنيها قريب إن شاء الله. إن شاء الله، كل سنة والناس كلها طيبة. بس لأنه إحنا أهلا بالهلال يعني، وهو ولادة القمر، ده اسمه إياحة أو إياح. إياح حتب مامة الملك أحمس يعني أهم أعمالها أنها دفعت عن مصر. هي اللي زقت جوزها طبعا، ومامتها تيتي الشري الرائعه جده الملك احمس، هي زقت جوزها سكن الراع، قالت له لازم تحرر مصر من الهكسوس يعني. مع حواجنا ان احنا نفهم الحاجات دي ونفهم مين الهكسوس. صحيح. على فكره دلوقتي صحيح. احنا مش عارفين لغايه دلوقتي، مش قادرين نعترف مين هم الهكسوس يعني. فالمهم انه موجوده في البرديات موجوده طبعا، بس احنا ما بنعلمهاش لاولادنا يعني. هم كانوا القبائل البدويه اللي حوالينا الاقرب ناس
لينا كانوا اللي بيغيروا على الاراضي بالظبط. فالمهم ان هي قالت له لازم تحرر مصر من الهكسوس، فراح دافع عن مصر واتقتل، استشهد في الحرب. فما اكتفتش بكده، قالت لابنها الكبير بعده كاموس، قالت له انت لازم تحرر مصر ورا باباك، يعني لازم مصر لازم تتحرر من الهكسوس. مات في الحرب واستشهد في الحرب برضه. ما قعدت تربي، كان لسه احمس بقى صغير، قعدت هي هتحكم مصر في الجنوب، وطبعا الشمال كان فيه الهكسوس. فهي قعدت تجهز في الجيش، وقعدت تربي ابنها ان هو لازم يحرر مصر، وبالفعل هو حرر مصر، قدر نجح انه يحرر مصر. ومش قدمت احمس بس، كمان قدمت بنتها نفرتاري، احمس نفرتاري اللي هي اتجوزت الملك احمس. قدمت 2 اخوات، لان الملوك كان الاخوات بيتجوزوا، لكن الشعب ما كانش بيتجوز اخوات خالص. فقدمت ال2، قالت لهم انتوا ال2 هتحرروا مصر. واحمس نفرتاري كانت قائد كتيبه، يعني مش بس جوزها كان بيحارب، وهي اللي كانت بتدير مصر وبتدير كل لوازم الجيش وتموين الدولة، وهي الملكة الحقيقية اللي خلت مصر واقفة على رجليها، والبلد في حرب يعني شعواء، يعني حرب شرسة جدا مع الهكسوس. وفي الآخر حققنا النصر، لدرجة أن الملك أحمس الرائع لما انتصر هو بنفسه في الحرب ما رجعش الانتصاراته ليه، لا رجعها لمامته، وكتب في المعبد الكرنك، كتب لها لوحة رائعة، يعني قال الجيش كله انحنوا لهذه السيدة الرائعة اللي هي حررت مصر، واللي هي كانت مسؤولة عن مصر، واللي هي جابت الفارين، واللي هي وحدت بين المعارضين، وانها كل حاجة، وادها قلادة كرمها، ده قلادة بتاعت الجيش اسمه النوت. نوت ده كلمة مصرية، دي كلمة مصرية. يعني شوفي حضرتك الكلام اللي بتقوليه احنا بنعيشه في كل مراحل الحياة بالزبط. المرأة المصرية اللي لما حتى حد من أبنائها بيستشهد في حرب من الحروب بتدفع بالتاني بالزبط. وبتصر على تحقيق النصر، وبتصر على حماية الدولة. وده كان واضح حتى في الفترات الأخيرة قد إيه إن المرأة المصرية كان عندها استعداد إنها تضحي بكل شيء، ولكن تبقى مصر دائما يعني معتزة بحريتها، ومعتزة بسيادة قرارها، ومعتزة بأنها تكون يعني غير مطمع لأي عدوان خارجي. النهاردة المرأة المصرية بتستكمل هذه الأعمال كلها في كل المجالات، واستخدام العلم والتكنولوجيا الحديثة كان واضح برضو مع المصري القديم. ازاي النهاردة بنشوف ده من خلال سيدات برضو قدرت كل واحدة منهم انها تطوع كل ده لخدمة بلدها. هي أول حاجة ان هي اتعلمت، ما بقتش عبء على المجتمع، هي بقت يعني والله حتى السيدات اللي ما تعلمتش هي بتدفع بابنائها برضه، كله بيتعلم صحيح، كل يعني بالفطره. في عندنا فكره التعليم الالزامي ده كان ده من ايام مصر الفرعونيه، ان انت لغايه اول 6 سنين كله لازم يتعلم، كل ما فيش بعد ده كده كان موجود من ده لازم كل ما فيش حد ما يتعلمش، ولكن اللي هيكمل بقى في سلك التعليم هم بقى في بقى مراحل ودرجات في التعليم. اتعلمت وكانت كانت طبيبة ورئيسة أطباء، كانت كبيرة القضاة، كانت عندنا مثلا وخلينا منهم من كتر عظمه المراه المصريه احنا خلينا ربات مسؤولين على حاجات مهمه جدا في مصر، منها العدل والاستقرار في الدوله. هي الماعت هي واحده ست، هي في الاخر واحده ست اللي على راسها الريشه. القضاء رئيسه الكاتبه كانت رمزها واحده مصريه اللي هي سيشات يعني اللي بتكتب، يعني او نخليها الكاتبه، ومنها جاء منها كلمه شات. احنا لغايه النهارده اللي بقول لك تعملي تشات دي كتابه بالمصري الفرعوني. فاحنا حاجات كتير ما نعرفهاش عن بلدنا ولا على تاريخنا وما احوجنا ان احنا نعرفها ونعرفها لابنائنا كمان. وحضرتك بتتكلمي عن مصر، احنا مصر كانت في الديانه المصريه الفرعونيه اللي كانت اول ديانه طبقا للتاريخ يعني. فمصر كانت بالنسبه لنا مش بس الدوله المقدسه، كانت قدس الاقداس. صحيح. يعني فاحنا بندافع عنها. انت بتدافعي عن اقدس حاجه عندك في الدنيا هي ارض مصر.
ما فيهاش هزار يعني. الحقيقة الحديث عن مصر وعن الحضارة المصرية القديمة لا ينتهي، ودايما محتاجين ان احنا نعرف اكتر ونعرف ابنائنا اكتر، لان ده كله بيشعرنا جميعا بالفخر والعزة والكرامة لانتمائنا لهذه الدولة المصرية صاحبة الحضارة اللي استلهم منها العالم كله الاسرار والاسرار، وهتبقى الحضارة المصرية القديمة دائما هي الرمز للتقدم في كل المجالات. انا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة عزة سليمان الباحثة في الحضارة المصرية القديمة. إن شاء الله يبقى لينا حوارات تانية ونعرف أكتر عن يعني كل ما يتعلق بالحضارة المصرية القديمة. شكرا جزيلا. لسه معاكم مشاهدينا، هنواصل لقاءنا بعد الفاصل. هتنضم ليكم مروة ومجموعة من الفقرات، تابعونا في زينة بطعم البيوت.